شكرا لك عمرو. إذن سيد عبد الحفيظ يبدو أنه استعد جيدا، يعرف جميع التفاصيل، تحدث عن زناكو وعن زيسكو، يعني حافظ درسه جيد. طبعا هذا مدير فريق كبير عريق في القارة الإفريقية، وهما الهدف الرئيسي أظن هو الرجوع إلى الواجهة وأخذ هذا اللقب يعني الشعب الأهلي ينتظر فيه كثير. هو لم يقلل من قيمة زناكو، قال بالعكس زناكو مهم جدا، وخلافا ربما قال جميع المنافسين قويين في هذه المجموعة بفهم القطن الكاميروني والوداد. ربما فريق يعني القطن الكاميروني اللي هو الآن يعني ايضا في مرحله تشبيب، لان لاحظت على قائمه اللاعبين يعني تشبيبه فيه ايضا حول كثير من اللاعبين خارج القاره وداخل القاره، يعني فريق عنده نزعه تكوينيه يعني الان في الكاميرون، يعني بيعوا كثير لاعبين للخارج. زناكو صحيح فريق محترم، فريق يعني منافس كبير لفريق زيسكو في زامبيا. الوداد يعني بعد قدوم سعيد عموته يقوم بعمل كبير في عموته، نعم، المدرب السابق للسد، يقوم بعمل كبير يعني بنتائج موجوده، استخلاف النتائج. لا ننسى ان الوداد ايضا بلغ الدور النهائي لنسخه 2012 11. ستكون مباراه يعني في القمه بين هذه الفريقين العريقين في المباراه القادمه. كابتن أيمن، هل الأهلي في هذه النسخة بمجموعة اللاعبين الحالية التي توجد لدى البدري قادر على السيطرة مرة ثانية على أفريقيا، أم تعتقد هناك بعض النقائص ربما عليه ربما إيجاد مجموعة من اللاعبين في فترة الانتقالات المقبلة التي ربما ستكون بين الدور الأول، صحيح هذا الدور المجموعات والدور ربع النهائي؟ لا، هو أكيد مش هيبقى اعتماد كله على المجموعة أو اللعيبة اللي موجودة حاليا، لكن النادي الاهلي دايما بيبقى دايما نظرته سباق ان هو داخل على بطوله كبيره زي ديت اللي هي ابطال الدوري، فبالتالي برضه اكيد بيبحث عن بعض اللاعبين اللي هم يقدروا عندهم الخبره وعندهم ان هم روح البطوله او عندهم ازاي يجيبوا بطوله، فبالتالي ده اللي بيدور عليه، او كابتن حسام البدري يقدر يدور على اللعيب من نوعيه خاصه، فبالتالي انه او الخبره الافريقيه. فانا شايف ان هو في الفتره اللي جايه هيبقى في تغييرات كتيره جدا او اضافه كتيره جدا في لعيبه من النادي الاهلي زيه زي الزمالك برضه هيضيف لعيبه الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله عشان يعتمد فيهم في المباريات القادمه في بطوله الدوري الافريقي. على كل حال ما زالت ردود الافعال اذن تاتينا مباشره من القاهره. الان نعود مره ثانيه الى عمرو فهمي. تفضل عمرو، ماذا لديك؟ نعم، ينضم الينا في هذه الاثناء الاستاذ متوكل احمد علي امين عام نادي المريخ. مرحبا بك سيد متوكل على بي إن سبورت. نعم، ينضم الينا في هذه الاثناء الاستاذ متوكل احمد علي امين عام نادي المريخ. مرحبا بك سيد متوكل على بي إن سبورت. يعني العنوان الكبير الديربي مع الهلال، وفي الجوله الاولى ايضا، هل كنتم بامانه تفضلون تجنب هذا السيناريو نوعا ما؟ بسم الله الحمد لله، شكرا بي إن سبورت. حقيقه انا بقول انه كل الفرق رغم توزيعها ل4 مستويات، لكن كل الفرق دي فرق قويه، فرق محترمه. انا على المستوى الشخصي جاي لهذه القرعه ومتوقع احتمالات، كل الاحتمالات بالنسبه لي كانت مطروحه وكلها كانت متوقعه. نعم، المباراه ضد ندنا نادي الهلال بالتاكيد مباراه عندها طعم خاص، عندها وضع مختلف، وضع كبير جدا مختلف من المباريات الاخرى، لكن ان شاء الله نحن نقدر يعني جاهزيتنا تكون على مستوى عالي، ترتيباتنا تكون على مستوى عالي، واتمنى التوفيق لكل الانديه السودانيه، وان شاء الله نكون في المرحله القادمه الانديه السودانيه برضه مع بعض. يعني المجموعه ايضا بها فريق النجم الساحلي التونسي وفيروفياريو الموزمبيقي. البعض يقول نوعا ما انه سيكون ربما من الصعب ان يتاهل الفرسان السودانيان معا الهلال والمريخ. هل تتفق مع هذا الراي ام ترى ان بالامكان ان نرى ممثلي السودان في الدور المقبل؟ نحترم كل فرق مجموعتنا، ثقتنا في نفسنا كبيره، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا. وانا بقول نحن برضه نادي المريخ نادي كبير له تاريخه له اسمه. برضه انا بتوقع انه في عدد كبير جدا من الجمهور للانديه الاخرى معنا في المجموعه برضه متحسبه للمريخ 1000 حساب، تعمل له 1000 حساب. انا بقول كل الفرق محترمه، كل الفرق كبيره. نحن في هذه المرحله نتوقع ما حنقابل فرق سهله، ما حنقابل فرق ضعيفه، عشان كده احنا لازم نعيد نفسنا بشكل جيد، وان شاء الله حنعيد نفسنا بشكل جيد. حتكون في خطه موضوعه مختلفه للمرحله المقبله،
وحيكون عندنا تدعيمات برضه مختلفه للمرحله المقبله. الجهاز الفني والجهاز الاداري ومجلس الاداره ان شاء الله كلنا حنكون استعداد كامل لهذه المرحله، لان برضه نحن متشوقين اننا نصل مراحل متقدمه ونفوز بالبطوله باذن الله. شكرا جزيلا سيد متوكل. اذا كان هذا رد فعل من المريخ، وبطبيعه الحال امال كبيره معلقه على المريخ بعد الطريقه التي تاهل بها الى مرحله المجموعات بالعوده امام ريفرز يونايتد ناجي من هزيمه بالثلاثيه الى فوز برباعيه. عوده نزار وسنواصل رد الفعل في قادم المقابلات. شكرا لك يا عمرو. اذا بعد ان تحدثنا عن دوري ابطال افريقيا لا باس ان نتحدث بعض الشيء عن كاس الاتحاد الافريقي. المجموعات ربما ايضا مجموعات فيها مباريات عربيه. كابتن عادل، رايك ربما خاصه بالمجموعه الاولى فيها الفتح الرباطي، نادي الافريقي، ريفر يونايتد، نيجيري، وكامبالا الاوغندي. لا أظن في هذه المجموعة أظن الكلمة سترجع لفريق النادي الإفريقي وفتح الرباطي، يعني نعم. فريقان عريقين واللي يؤدوا في مستوى جيد حتى في الرجوع النادي الإفريقي في الآونة الأخيرة، يعني ظهر بوجه جيد. بدأ في نعم. تكوين فريق له ربما قد يكون مؤثر في دوري ابطال افريقيا. حتى يعني في الهجوم الان تفطن الهجوم نتاع الفريق، هم يمتلك لاعبين ممتازين على غرار الشنيحي وبن يحيى وروزيكي ايضا، يعني فريق بالخيطر، يعني فريق الان رجع الى الواجهه، وهذا ما يتمناه كل يعني مشجع النادي الافريقي. نعم. الفتح الرباطي كان سبق له، كان نوعا ما مدبب يعني في الاونه الاخيره ضد فريق سيراليوني في الدور الاول، يعني ما ظهرش بوجه جيد، ولكن النتيجه كانت الاداء كان غير جيد، ولكن النتيجه كانت موجوده 3-0 في الرباط، وكنت موجود في الميدان شفت المباراه. فريق كامبالا ريفرز يونايتد يعني لاعبين يقدروا يفاجئوا يحدثوا المفاجاه، ولكن مش فريق اللي عنده تقاليد وثقافه في هذه الدورات. طيب المجموعه الثانيه فيها نادي صفاقسي وبلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي، مولوديه الجزائر، وسوالوس سوازيلاندي. يعني تعرف جيدا انت مولوديه الجزائر وايضا فرق جنوب افريقيا. في فريق جنوب افريقيا بلاتينيوم ستارز يعني مش فريق يجي ربما بعد كازر تشيف اورلاندو بيرا سان داونز، يعني يجي في السادس او الثامن مرتبه، يعني لو تشوف مع الفرق جنوب افريقيا، لكن ستلعب بين فريق مولوديه الجزائر وصفاقس. نعم. كابتن، اذا بالنسبه للمجموعه الثالثه كابتن ايمن فيها فريقان عربيان، يعني سموحه والهلال الابيض وركرياتيفو موزمبيق وزيسكو الزامبي في صدارة المجموعة. هي مجموعة يعني يمكن زيسكو هو يمكن برضه يمكن عنده الخبرة الأفريقية، وزيسكو يعني خصم عنيد وأكيد عنده الخبرة اللعيبة اللي هي تقدر تحسم بطولة. وأنا شايف إن هو برضه سموحة يمكن الفريق الثاني اللي بيجي بعد زيسكو. أنا شايف برضه سموحة عندها ابتدت تاخد الخبرة، ابتدت يبقى عندها الطموح إن هي ممكن تحرز البطولة. ريكارتيفو الأنجولي أنا شايف برضه ان هو والهلال يعني بيجوا في المستوى الثاني بعد سموحه وبعد زيسكو. نذهب دائما عفوا عن المقاطعه كابتن ايمن، نذهب مباشره دائما مع ابرز ردود الفعل مع عمرو فهمي دائما من مقر الاتحاد الافريقي. نعم، مستمرون في رصد ردود الافعال. معنا سيد حسين طليش المدير الاداري نادي اهلي طرابلس. مرحبا بك في القاهره مجددا سيد حسين. يعني المجموعه الزمالك، اتحاد العاصمه، كابس يونايتد، واول مباراه ستكون ضد اتحاد العاصمه الجزائري. كيف ترون يعني مسيره الفريق الاهلي طرابلس بعد التتويج بالدوري الليبي وفي موسم ناجح؟ طبعا في البدايه سيد عمر نرحب بك ونرحب بالاخوه المصاحبين ليك، ونحمد الله رب العالمين وقعنا في المجموعه هذه ان شاء الله. طبعا مجموعه الزمالك واتحاد العاصمه ففرق مش غريب علينا وعارفينها، وفرق لها باع كبير في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن جماهيرنا ان شاء الله. ربي يوفقنا في البطوله هذه ونكونوا حصان اسود ان شاء الله رب العالمين. يعني تواجد فريقين من الشمال الافريقي وفريق واحد فقط من قلب القاره لا يعني رحلات وانتقالات كبيره، وخصوصا ان فريق يعني الاهلي طرابلس سيلعب في تونس، يعني الموضوع في منحصر في منطقه الشمال تقريبا. هل هذا يسهل بنسبه كبيره مهمه الفريق؟ والله بالتاكيد طبعا. هذا احنا الحمد لله حتى ما تكونش رحلات مكوكيه بس كلها زي ما قلت انت في شمال افريقيا، وهذه شيء ايجابي لينا احنا، حتى التنقل يكون تنقل مش متعب للفريق.
ونتمنى يعني صراحه من الاتحاد الافريقي من السيد احمد ان هو يعيد النظر في رفع الحظر على الكره الليبيه، وهذا طبعا شيء ايجابي لينا لو ارتفعت الحظر على الكره الليبيه. طبعا احنا هنكونوا فرضنا ونلعب امام جماهيرنا، ونكونوا امر صعب ان احنا حد يكسبنا في ارضنا، لان حنكونوا صعب جدا. بس الحمد لله بنلعب في تونس ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقنا بعون الله تعالى ان شاء الله. شكرا سيد حسين. شكرا عمر. اذا كان هذا السيد حسين طليش المدير الاداري الاهلي طرابلس، عوده اليكم في الاستوديو. شكرا لك يا عمرو. هكذا تابعنا مشاهدينا الكرام ابرز ردود الفعل سواء من هنا من استوديو القناه بين سبورتس الاخباريه او هناك من القاهره حول قرعه دوري ابطال